من ضمن تقنيات التصميم السالب هي حاجه اسمها الثيرمال ميس او الكتله الحراريه، اللي هي عباره عن ايه؟ بالبلدي كده ان انا اعمل عزل عن طريق ان انا بستخدم مواد معينه في غلاف المبنى بتاعي. طيب المواد المعينه دي لازم يكون ليها وصفات، لازم يكون اصلا الماده عازله للحراره. طيب نسبه العزل دي بتاعها قد ايه؟ اللي احنا بنقول عليها الار فاليو او المقاومه الحراريه. المقاومه الحراريه دي لازم يكون ليها مقدار معين بيختلف من مدينه لمدينه ومن بلد لبلد، فلازم اكون عارف الاكواد اللي انا بشتغل عليها في المدينه بتاعتي، وبالتالي ابتدي ان انا ارجع للاكواد دي واصمم ريليتد ليها عشان ارجع تاني يعني ايه ثيرمال ميس. الثيرمال ميس بمنتهى البساطه ان انا بشتغل على حاجتين، اول حاجه نوع الماده وسمك الماده دي قد ايه. هل انا بستخدم ماده واحده بس عشان العزل، ولا الماده اللي عندي الار فاليو بتاعتها ضعيفه فبضطر ان انا استخدم معاها عازل حراري او استخدمها على كذا لير. فدي كلها حاجات انا ببتدي اشتغل عليها على حسب ايه المتاح عندي في المكان اللي انا بصمم فيه. يبقى انا هنا بستخدم تقنيه الثيرمال ميس عشان اخر الحراره اللي جايه لي من بره المبنى انها ما تدخلش جوه المبنى غير بعد عدد ساعات معين.